يمين مفيش، شمال مفيش. هو الشارع ده اتباع ولا ايه؟ مفيش خرم ابره اركن فيه؟ انا ركنت اخر الشارع ومش مصدقه اني اخيرا لقيت مكان. ياه، انا بقالي يومين انا كمان بعمل كده، مش لاقيه مكان اركن فيه خالص هنا. ايه مالكوا يا جماعه؟ تعبت، بقالي ساعه بلف مش لاقيه مكان اركن فيه، الاماكن كلها محجوزه. عادي يعني، ما انا بحجز برضو. انت كمان؟ في ايه؟ في انكم حاطين طوب وسلاسل. انا حاطه سلسله عشان اما ارجع الاقي مكان. وايه المشكله؟ كل الناس بتعمل كده. يعني انا الوحيده اللي الف واتعب؟ ما تحجزي مكان حد حيشك، ما الكل بيعمل كده. مش احسن ما ارجع اقعد الف 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 كتير قوي وفي الاخر اركن اخر الشارع؟ يعني بجد انتوا شايفين ان ده عادي يعني؟ عادي، كل واحد بيحافظ على راحته. طب والشارع؟ شارع مين بس؟ ده قدام بيتنا. بس هو فعلا مش ملكنا يا نهى. بص يا سلوى، اللي مش هيحجز هيتبهدل. واضح، انا المثال الحي. هو مين اللي راكن كده؟ انا عشان الشمس بتيجي على العربيه. يا سلام، يعني حاجز مكان بسلسله وراكن في مكان تاني عشان الظل. ياه، اعمل ايه يعني؟ اسيب الشمس تاكلها؟ ايه يا استاذ احمد، يعني حاجز مكانه ومش راكن فيه؟ خايف على العربيه من الشمس ولا ايه؟ لو خايف عليها من الشمس حط لها صن بلوك بقى. انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ كل الناس بتعمل كده. ايه يا جماعه، هو كل يوم حوار الركنه ده؟ مش فاهمه انتوا مقسمينها ليه؟ مقسمينها؟ احنا مش لاقيين مكان نركن فيه اصلا. فعلا؟ واللي بيحجز مكانه ويركن في حته تانية عادي يعني؟ ايوه عادي، انا حر في مكاني. ده مش مكانك لوحدك على فكرة. لا يا جماعه، الموضوع بقى مستحيل. اركن فين؟ انا لفيت الشارع كله، الجو حر ومش كل يوم كده بقى. مفيش مكان، كل واحد حاجز لنفسه مكان. لا، وفي اللي حاجز لنفسه مكانين كمان، فاكرها جمعية داخل بنفرين. انا حاطه كرسي تحت عشان احجز مكاني لما ارجع. كرسي؟ كرسي يا احلام؟ الشارع ده ملك للجميع، مفيش حاجه اسمها احجز. ايه اللي يجي الاول يركن؟ ايوه، اصل مره سبت المكان حد خده، امال يعني ارجع ملقاهوش واقعد الف تاني؟ لا، احنا اللي بنقعد نلف وكل واحد فاكر انه اذكى من التاني. انا عندي خطة، ايه رأيك؟ بما اننا مش لاقيين مكان نركن فيه، ليه بقى ما نركنش وراهم؟ مش كل حاجة عادي، ده كمان عادي، نقفل عليهم ولما ينزلوا يبقوا يخبطوا عليهم. فل قوي. ولما يخبطوا علينا نعتذر لهم بكل ادب ونقول لهم معلش ما لقيناش مكان، وكل يوم نفس الحوار. ايوه، احنا كده هنزهقهم. تمام، انا هركن ورا احمد وانتي ورا نهى. تمام، ونكرر الحركة كذا مرة لحد ما يفهموا ان احنا مش لاقيين مكان اصلا. شايفة؟ كل مرة هنعملها بهدوء من غير ما يلاحظوا ومحدش هيزعل. بصي، هو الموضوع مش حرب، بس تعليم بسيط كده للناس ان الشارع للجميع. الشارع مش ملك حد. يا عم رجب اطلع خبط على مدام سلوى، قافله عليا مش عارف اطلع. وانا كمان يا عم رجب خبط لي على ايمان بالمرة عشان تنزل تطلعني. ازيك يا عم رجب؟ ايه، في حاجة؟ معلش يا مدام سلوى، بس حضرة الجافلة على الأستاذ أحمد. ماشي يا عم رجب.
نازلة وراك اهو. معلش يا أستاذة، بس حضرتك قافلة على المدام نهى. والله صحيح، ماشي هنزل اطلعها. حاضر. صباح الخير يا مدام سلوى. صباح الخير يا أستاذ أحمد، أنا آسفة جدا والله، بس ما كنتش لاقية مكان، قلت أركن هنا لو في أي حاجة هنزل أطلعك. ازيك يا ايمان؟ معلش يا حبيبتي، بس انت شايفة اهو مفيش اماكن، بس احلى حاجة ان اللي حصل ده خلاني اشوفك. ابدا مفيش حاجه. هركن مكانك بعد إذنك يا أستاذ أحمد، هحجز لك المكان لغاية لما تيجي. أنا ما عنديش حاجة النهاردة، أنا أجازة. تسلمي، شكرا. حبيبتي هركن مكانك، احجز لك المكان بدل البرميل. وماله، المكان مكانك. شايفة أهو كل يوم على كده. تعالي نخرج دلوقتي من غير عربيات، ولما يرجعوا يلفوا يدوروا على ركنة خليهم يجربوا شوية. بصراحة كده كتير، كل يوم نفس الحكاية ومحدش عارف يركن. واهو احنا جربنا احساس ان الواحد بيجي وما يلاقيش مكان. الصراحة احساس مش حلو خالص. ما احنا بقالنا فترة كده بنلف ومفيش فايدة. طيب خلاص، واضح ان اللي احنا كنا بنعمله كان غلط. لا سلاسل ولا كراسي ولا حجز. الحل بسيط، اللي يجي الأول يركن الأول وما نقفلش على بعض، ولو حد مزنوق نساعده. تمام، مفيش حد يحجز مكان بعد كده. ولا براميل ولا طوب. ولا كراسي. يبقى كده كلنا هنرتاح. عشان الشارع مش ملك حد، الشارع للجميع.